هنا المطبخ يبان ان هو فيه شويه كراكيب، لكن هو بيلمع شويه الكراكيب اللي فوق دول وخلاص. لكن الحقيقه ان انا ما نزلتش المطبخ ده بقالي اكتر من سنه نظرا لظروفي الصحيه. كل اللي كانت بتطوله ايدي وانا واقفه كنت بعمله، لكن اني انزل قطعه المطبخ اللي فوق دي لا. طبعا الدنيا هنا مدربكه، لان ولادي هم اللي كانوا بيدخلوا المطبخ وهم صغيرين، فعلى قدهم اللي كانت بتعرف تعمل حاجه بتعملها، وطبعا ما بتنضفش وراها، او مثلا بتنضف برضو على قدها لانهم برضو زي ما قلت لسه صغيرين. فالحمد لله الحمد لله دلوقتي بس قدرت ان انا اتحرك شويه. نبدأ بقى الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو مش مشتركين في القناة يبقى لايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفوا كل جديد معانا. بدأت أنزل في كل الكراكيب اللي على المطبخ على أساس إن أنا أنزل القطعة اللي فوق دي. القطعة اللي فوق دي حرفيا بقالها سنة ما نزلتش يعني. وأنا ما عنديش شفاط، أنا ما عنديش شفاط في المطبخ، معتمدة بس إن أنا بفتح الشباك والدنيا ماشية. نزلت بقى كل التوابل اللي جايبينها لي دي، وجايبين لي حاجات على حاجات، يعني اساسا في حاجات في البرطمانات وهم شارين حاجات تانية في اكياس ما اتفضتش وزي ما هي. ودي كانت ورقه الشاي بنتي، بدل ما تفتحها حته صغيره قامت تقصها كلها بالمقص، على اساس ان هي لو مالت كده ولعت بقى كل القديم اللي عيالي راكنينه في المطبخ طلعته، اللي بايظه واللي سليمه. والسبت اللي تحت ده كان سبت جاي لنا فيه مانجا، فقلت استغله بقى، نزلت فيه كل التوابل والحاجات اللي انا حطاها في المطبخ على اساس ان انا اطلعها بره على السفره. من السهل بقى ان انت يبقى معاكي طبق، يبقى معاكي بوكسه زي دي كده. طبعا خلصت كل حاجه ونقلتها على السفره ورحت منزله ده شكل المطبخ من فوق. بامانه ما حدش عيب على حاجه، انا قلت لكم ان في ظروف صحيه قعدت سنه والحمد لله يعني لحد دلوقتي، بس الحمد لله يعني احسن من الاول. بصوا بقى الحته دي هتنضف ازاي. المطبخ كله كان كده على فكره، يعني مش الحته دي، الحته دي اللي قريبه من البوتاجاز، فطبيعي الدهون كلها بتتكوم عليها. فحنين بقى قالت لي ايه، هنجيب كربوناتو وهنجيب ليمون يا ماما. الله يبارك لها بصراحه. الوصفه دي يعني ما تعتبرش وصفه ولا حاجه ولا سر، بس حاجه سهله جدا. يعني بصوا دي منكوشه لسه صاحيه من النوم، ما حدش ليه دعوه بيها. كربوناتو وليمون وشويه ميه بصابون عليهم، وهنسيبهم يبوشوا 10 دقايق 5 دقايق. عفوا. بصوا كده حنين بتعمل ايه بضمير، ساعدتني الله يبارك لها، يعني ما سابتنيش. نازله بقشر الليمون تدعك، وده يحطوا عليه بس شويه صابون. انا كنت كل شويه اقول لها ازود لك صابون ازود لك صابون، وهي تقول لي لا هيكفي. طبعا دعكت كله كده، هي بتحب الايه. خلاص سيبناه بقى. تعالوا شوفوا بعد ال10 دقايق، دي ميه عاديه مش سخنه، ميه عاديه من الحنفيه. بصوا كده اللي في ايدي دي كمان حته فوطه، يعني حته قماشه كده بنمسح بيها. بصي كده بالفوطه، لا دعك ولا اي حاجه، حاجه سهله خالص. وبرده للمره المليون بقول لكم مطبخي يتساب كده لظروفي الصحيه، الحمد لله على كل حال. لكن انتوا لو هتنضفوا مطبخكم هيبقى احسن من كده بكتير يعني. بصوا كده بقى بالسلكه، انا مسحت اللي اتمسح بالفوطه وده بالسلكه. بصوا بالسلكه يا دوب بتلمسي كده، اللي بتقعدي تنضفي فيه سنين انا كنت شايله همه بصراحه، اللي تغيري فيه مليون سلكه هي سلكه. بصوا كده حته الفوطه هتمشي عليها بعد ما الشطف يرجع كانه لسه جديد. والله لو شفتوا منظره. ادي اهو، دي اللي كانت معفنه من شويه، والمنكوشه دي كل شويه تطلع لنا ايديها. حنين بقى اديتها الكاسات دي تغسلها ان شاء الله، دي هتخلصها على الفيديو اللي جاي. قالت لي اساعدك، فمساعده الهنا بامر الله. طبعا الحيطان لسه هتتغسل. لو وصلتوا لحد هنا لايك وسبسكرايب للقناه بقى.